يلا بينا نتكلم عن حاجة لو ما خدناش بالنا منها ممكن تقلب حياتنا كلها. تخيل إن فجأة تحس بألم في صدرك وإنت مش فاهم هل ده تعب عادي ولا ده قلبك بيدي إشارة خطر. أعراض مرض القلب مش دايما بتكون واضحة وأحيانا ممكن تكتشف متأخر لأنك كنت بتتجاهل علامات خطيرة. عشان كده النهاردة هقولك على أشهر الأعراض اللي لازم تكون على دراية بيها. إنك تحس بألم أو ضغط في الصدر، مش لازم يكون ألم جامد، أحيانا ممكن يكون ضغط خفيف يحسسك وكأن في حاجة تقيلة على صدرك. ضيق في التنفس، لو فجأة حسيت إنك مش قادر تاخد نفسك حتى من غير مجهود لازم تراجع الطبيب. ألم في الكتف أو الدراع أو الرقبة، ممكن تحس بألم في المكان ده حتى لو ما كنتش عامل أي حركة. إنك تتعب وتدوخ، لو فجأة حسيت إنك مش قادر تكمل يومك أو حتى تمشي أو حاسس إنك هتقع من التعب. إنك تحس بغثيان وعرق بارد، ده بيكون إشارة قوية إن في حاجة مش مظبوطة في القلب. يعني لو حسيت بأي حاجة من دول ما تترددش ولو لحظة واطلب مساعدة على طول. مفيش وقت للتأجيل، لأن لو قلبك بيدق بشكل غلط كل دقيقة بتفرق. خلي بالك من جسمك وخلينا نكون واعيين للأعراض دي قبل ما الأمور تكبر، وربنا يحفظكم ويسعدكم.